لكن الأمر وصله في وسط الطريق بعد أن وصلت جيوش الشام التي عليها 3 من القادة: عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، وحسين والشمر بن الجوشن. وقد أوصوا لما خرج هذا الجيش وخرجوا هؤلاء القادة أن يرفقوا بالحسين، يعني هم لم يريدوا قتالا وأرادوا الأمور أن تكون سلمية، كانوا يعرفون ما تؤول إليه الأمور. فقيادة الشام لم توصي بقتل الحسين أصلا، يعني حتى يزيد لم يوصي بقتل الحسين لأنه كان يعرف ما تؤول إليه الأمور. هذا كتاب تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي، يقول في صفحة 303 ترجمة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، يقول: افتتح دولته بمقتل الحسين الشهيد الحسين، واختتمها بواقعة الحرة، فمقته الناس ولم يبارك في عمره.